تعالوا نروح للقليوبية. الشرطة تفتح طريق شبرا الخيمة أمام السيارات وتطارد متظاهري الإخوان. وقامت قوات الشرطة بمطاردة عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية بشوارع شبرا الخيمة بعد ما قطعوا الطريق. وتعالوا نروح نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع من السيد اللواء محمود يسري مساعد أول وزير الداخلية لأمن القليوبية. مساء الخير سيادة المساعد. مساء الخير يا استاذ. الله يحفظك سيادة المساعد. النهارده شبرا الخيمة كان فيها تظاهرة لتنظيم الإرهابية والأمن قدر يحاصرهم ب6 مدرعات ومصفحات. الوضع كان إيه يا سيادة المساعد؟ كل المعلومة خاطئة تماما ما تناقلتها أجهزة الأنباء والتواصل وجهاز التواصل الاجتماعي. أي ده نقلا عن اليوم السابع يا فندم. لا كل ده يا باشا ما حصلش. هو اللي حصل ان ضباط المباحث جات لهم معلومه عن ولد حرامي مطلوب ضبطه واحضاره في 15 وقعه سرقه بالاكراه. يا خبر. موجود حاليا في يعني الحنه بتاعت احدى قريباته. ايوه. ضباط المباحث تنكروا نزلوا قدروا يظبطوا الواد. كان في تجمع كبير من قرايبه حاولوا يهربوا الواد من ايدين ضباط المباحث. ايوه. قدروا يخرجوا بالمأذون ضبطه واحضاره، واصيب احد ضباط المباحث نتيجه ضربه بازازه في الراس. اتعمل له اصيب عدد 2 غرزه في راسه في الجبهه. لا حول ولا قوه الا بالله. الضباط طلعوا على الاسم. فوجئنا بتجمع اهليه الواد في شارع 15 مايو قطع الطريق. انتقلت القوات مباشره للمكان هناك، أهلية المتهم جريوا وانفتح الطريق ولم يستغرق الموضوع أكثر من 15 دقيقة. يعني طبعا يعني وجود حضرتك معانا الحقيقة سيادة المساعد يعني أزال لبس موجود فعلا زي ما سيادتك قلت على كل مواقع التواصل الاجتماعي ان كان ده مظاهرة لتنظيم المحظورة، لكن الموضوع طلع غير كده خالص. أحد المتهمين له 15 قضية ضبط وإحضار في وقائع السرقات بالإكراه. ايوه، لكن سياده المساعد ما عندناش النهارده اي مظاهرات لتنظيم الارهابيه في القليوبيه خالص. الحمد لله يا فندم ما عندناش اي تظاهرات لهم في القليوبيه. طيب اذا لدينا ضابط مصاب وهو الان هل خرج من المستشفى ام لا ما زال يتلقى علاج؟ عمل الاسعافات اللازمه له وخرج من المستشفى وبيمارس عمله حاج في الاسم حاليا. كمان يعني بعد ما اصيب رجع كمان يشتغل. يا فندم. يعني انا باكد على دي وانت معايا يا فندم علشان الشعب المصري يعرف ان رجاله الداخليه بيتضربوا وبينصابوا اهو وبيرجعوا يشتغلوا عشان يحموا المواطن. وحضرتك طبعا عارف اهميه وقائع السرقات بالاكراه عموما يعني على منتهى الخطوره يعني. في منتهى الخطوره وبتؤرق المواطن المصري وبتؤرق وزاره الداخليه كلها. فالضباط شافت ان المهم ضبط الولد بالرغم ان هو وجود وسط عدد كبير من اهليته في تجمع زي عمل الحنه بتاعت احد اقاربه يعني. ايوه. يعني احنا اطمئنينا على الوضع في القليوبيه يا فندم، وبالتوفيق السيد اللواء محمود يسري. الحقيقه انت عامل مجهود ضخم جدا في القليوبيه، محدش يقدر يقول غير كده، لان القليوبيه الحقيقه من المحافظات مش يعني نمسك الخشب الهادئه امنيا من ناحيه تنظيم الارهابيه. اشكرك السيد اللواء محمود يسري مدير امن القليوبيه.